ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الفطاير الجميله المورقه اللي انتوا شايفينها دي بطريقه سهله قوي، مقادير بسيطه واقتصاديه. تعالوا معايا نص كيلو من الدقيق. طبعا اي كميه من الدقيق عايزه تعمليها اعمليها، ورشه من الملح او ربع معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا بيضه. طبعا عايزه تستغنى عنها استغنى عنها عادي. ومعايا معلقتين كبار من الزيت. ومعايا نص معلقة صغيرة من المستردة، عندك حطي ما عندكيش خلاص. ومية عادي للعجن ملهاش عيار، على قد ما الم العجن يا العجين بس. هسيبها 10 دقايق ترتاح، هي ما فيهاش خميرة ولا اي حاجة. بعد كده هدهن الرخامة وهدهن الكيس اللي انا هحط عليه، هدهنه بالزيت واقطع الكور. طبعا الحجم اللي انت عايزاه قطعي، كبير صغير براحتك. وبعد كده هسيبهم يرتاحوا 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده الكمية كبيرة. طبعا انا دهنه الرخامة بالزيت وهفرد زي ما انتوا شايفين كده. وهورق بالزبدة، ما عندكيش زبدة ورقي بالزيت عادي. يعني الزبدة بتاخد حوالي معلقتين كبار، لكن لو ما عندكيش خلاص ورقي بزيت. وهرش نشا، النشا هتخليها تورق معاكي. وهطبق كده زي ما انتوا شايفين. وهقفله زي الظرف. وبرضه هرش نشا. بعد كده هفرد زي ما انتوا شايفين كده. واي حشوة عندك حطيها. انا هحط دلوقتي جبن، انت براحتك حطي اي حشوة. واقفلها كده عشان الجبنة ما تخرجش من بره. وبعد كده هحطها في الصينية مدهونة زيت، يا اما ورق زبدة برضو مدهون زيت. واقفلها كويس كده بزيتونة. بعد كده معايا صفار بيض للوش، ومعايا معلقة صغيرة من صويا صوص، ومع نص معلقة صغيرة من الخل. عندك صويا صوص ماشي، ما عندكيش يبقى صفار بيض مع خل، صفار بيض مع لبن براحتك. وهحطها في فرن سخنة. وبالهنا والشفا.
بعد ما خرجت من الفرن جميلة جدا وهشة ومقرمشة ومورقة من جوه. هفتح واحدة دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، شايفين شكلها من تحت ومن فوق. هفتح واحدة واوريكم التوريق من جوه والجمال. شايفين الجمال والحلاوة.